هلا وهلا متابعين الغالين، شلونكم؟ عيني يا رب كلكم بخير وصحة وعافية. اليوم غدانا سمك حبيت. احنا تقريبا كل اسبوع يعني تعرفون انتم قيمته الغذائية وانا من عشاق السمك. فكل اسبوع احنا تقريبا الحمد لله والشكر نسوي سمك او سمك وتمن احمر. فاليوم حبيت تشاركوني بهذه، انتم كلكم تعرفون بس حتى تبادل يعني معلومات او طبخات. حبيت تشوفون اليوم شلون راح اسوي السمك. اليوم راح اقليه واسوي وياه تمن احمر. حبايب قلبي اليوم عندي نوعين، هذا طازج يعني تازه اليوم صايدي. هذا عندي خشني، هذا يصير ما بي اسنان طبعا، يجنن طعمه. هذا النوعيه غاسلته غسل كل الزين، بس هو لازم يبقى بيدم حتى بكلينس المطبخ اني انشف داخله بطنه. وهنا أنا مسويه القشور مالته، شوفوا حبايبي، وهاي فاتحينه هيجي. هذا كله انا غاسلته وراح مره ثانيه بالكلينس، غسل كل الزين وبملح حماد غسلته. هذا شوكليتي طعمه كلش طيب، وهذا خشني. هذا أنا منظفة القشور، بقت عندي بس هذه حبيت أشوفكم شكلها قبل لا ننظفها الخشني. وعندي همات لي جوا نوعية ثالثة، هذا الزوري أو أبو خريزة همات يعني فاتحيه هيك. هذا داخله ومنظفته وغاسلته غسل زين. فراح أشوفكم الطريقة وأشوفكم طريقة التمن أحمر. هاي الطريقة جديدة وناجحة 100%، ويعني أنا متأكدة راح تعجبكم كلش وراح أسويها. خليكم وياي. هنا حبايبي مثل ما قلت لكم أنا فاتحة بطنها بهالشكل هذا، وغاسلتها ومسوية القشور مالتها. شوفوا حبايبي، راح من أنا بهالشكل هذا أسوي لها فتحتين هالشكل هذا، حتى شنو من أتبلها يدخل التتبيلة بالفتحات وتاخذ طعام. شوفوا حبايبي، سويت فتحتين هاي اللي قلت لكم عليهن، هنا وحده وهنا وحده، وعلى الجهه الثانيه نفس الشيء. شوفوا حبايبي، هاي بطنها هيك بهالشكل هذا، غسلتها بالملح غسل زين، وسويت بيها هذني الفتحتين حتى تدخل التتبيله بداخلها، لان السمك شويه يحب الملح، فشويه راح اتبلهم واتركهم فد نص ساعه يلا اقليهم لحد ما يعني نسوي التمن الاحمر. هم ما تشوفكم الطريقه مالته. حبايبي اكو شغله ثانيه، يعني نقص الزعانف. هذا المقص خاص اني مخليته لهم، وهاي التخته خاصه للسمك. فاقص الزعانف والذيل اتخلص من عندهم. وشي ثاني حبايبي، هاي الخياشم، ما اعرفوا الخياشم يسموها. هذه من انظف السمكه استخرجها واذبها حتى ما تظل زفره، لان هي سبب الزفره الخياشم. شوفوها كلش قويه مثل العظم. وهنا أنا شويه ذيل اقطعهم. شوفوا حبايبي، وهسه اشوفكم الطريقه اللي نتبل بيها ونقليها بيها. طبعا انا منظفتها من القشور كميه، اليوم ما شاء الله كبيره انا عندي، نظفتها كلها. هاي اتخلص من الزعانف كلها ومن الذيل. هسه حبايبي راح اشوفكم ايش راح نسوي. هسه هنا ايش عندي كاري وبهارات ونمندوزي وملح حامض والله ما اعرف شلون اسميه، نمندوزي نسيت اسمه الثاني. ملح وكاري وبهارات شويه كركم مخلوط وياها، ونمندوزي راح اخلطهم كلهم بهالشكل هذا. كلهم راح اخلطهم كلهم بهالشكل هذا، نخلطهم ونتبلها ندخلهم. شوفوا حبايبي، من اتبلها ادخل الملح لان السمك يحب الملح بهالشكل هذا. كلهم راح اسويهم بهالشكل هذا هيجي. هاي الخلطة اللي سويناها ادخل التتبيلة داخل الفتحات، واترك هاي كلها راح اسويه على هذا المنوال، وبعدين اشوفكم شلون بالطحين قبل لا نقليها للسمكة. هسه بهالشكل هذا هيجي، وراح اترك السمك كليته فد نص ساعة، وارجع اشوفكم شلون نقلي وشلون نسوي التمن الاحمر. انتظروني.
ورجعت لكم حبايبي. هاي بعد تقريب نص ساعة او اكثر. هسه تبل السمك عندي بهالشكل هذا مثل ما شوفتكم. قطعته هيجي وتبلته وبعد شنو وقصيت الزعانف مالته. ومثل ما قلت لكم اني الخياشيم اطلعها واذبها واغسلها غسل زين لان هي اللي تسبب الزفرة. هسه صار عندنا هنا يجنن. وهسه راح نرجع هنا. شنو هاي حبايبي؟ هسه هناك السمك حنقلي. هنا عندي هذا التمن بسمتي تقريبا كيلو او اقل شويه. غسلته غسل زين ونقعته بمي كلش حار وخليت له ملح. هنا هو امتص المي كله. خليت له ملح حتى ينثر وما يعجن نهائيا. انا هاي طريقتي. هذا التمن الاحمر وهنا حبة بصل قطعتها. وهنا هذا المعجون اللي راح استخدمه وشعرية. خليكم وياي. وهنا متابعين الغالين هنا دركتكم التمن الاحمر نطبخه. خليت دهن بكيفكم دهن او زيت وخليت الشعريه. هذا انا على طول اركبه بدون شعريه بس حبيت هاي الطريقه سويتها عجبتني وعجبتهم بالبيت فحبيت تشوفوها وان شاء الله تعجبكم. هنا أنا راح اخلي الشعريه احمسها بالدهن الى ان لونها كلش شويه يصير طوخ عندي يعني مو بعد لونها فاهي على بياض راح تعجن فراح اخليها كلش يصير لونها طوخ يعني تتحمس كل زين واشوفكم الخطوه اللي بعدها. وهسه عيني راح انزل البصل واحمسه رأسا راح يقبل لان الدهن كله حار مثل ما قلت لكم حبايبي. قد ما تخلون شويه لونها يصير طوخ ما راح تخلي التمن يعجن راح تخليه يعني ينفش شلون ما نقول. هسه راح اخليه يقبل واضيف له المعجون. خليكم وياي. وهنا حبايبي شوفوا بعد ان شويه دبل البصل خليت له المعجون. لا تخلوه هوايه يتغير طعمه او يمرمر لا هيك تحميصه خفيفه تحميصه خفيفه. وهسه راح انزل التمن عليه. شفتوا التمن مثل ما قلت لكم غاسلته ومنقعته بمي حار. وهسه راح ننزل التمن وشو نسوي له نحمسه حبايبي. بعد ان حمسته للتمن ويا البصل والمعجون والشعريه ضفت له قليل من الفلفل الاسود قليل والكاري يصير طعمه كلش طيب. قلبتهم وحمستهم. هذا مي المعجون شويه صار عندي. هسه راح اضيف له شويه مي عينكم ميزانكم لان التمن منقع مو مثل ما يعني صار له تقريبا ساعه اني منقعته تمن بسمتي مو مثل لما يعني ما منقعيه تخلوا له مي هوايه لا راح اخليه له مي عينكم ميزانكم واشوفكم شكله بعد ان طبعا ضفنا له الملح من البدايه من نقعناه. تعرفون انا اخلي الملح بالبدايه. هسه هنا حبايبي راح اضيف له شويه مي واغطيه لحد ما يمتص المي ويتهدر ونبلش نقلي السمك. وهسه حبايبي راح نقلي السمك. هنا شنو عندي طحين راح اخليه هيجي السمكه بهالشكل هذا. شوفوا حبايبي هيجي بهالشكل هذا. بعدين انفضها زين من الطحين حتى لا يلكلك بالدهن عندي. هيك شي بسيط بالطحين ونروح على المقلاة هيك شويه طحين وننفضها من الطحين ونخليها. هسه انا عندي الزيت بالمقلاة على النار كلش حار. وهنا حبايبي بهالشكل هذا راح نبلش نقليه. وهاي وحدة لوخ همات راح نقليها. هسه تستوي تشديها ونرجع نقلبها على الجهة الثانية لحد ما نكمل. طبعا التمن عندنا امتص المي وخلينا له سباية جوا راح يتهدر ونشوفكم شكله النهائي. وهنا حبايبي شوفوا ما شاء الله على الشكل ولا الريحة روعة حبايبي. هاي اني يعني شوفوا استوى اللي ذاك ذيك الجهة وبعدين رجعت قلبتها هاي الجهة هذه. انا طبعا تقدرون اذا اصور العفو
بالكاميرا طبعا بيد الموبايل. ده شوفوا حبايبي ما شاء الله. هسه راح اكمل كل الكمية وارجع لكم. ماشي عيني. وهنا يا عمري كملت وصفتنا لهذا اليوم او غدانا. شفتوا الطريقة مال السمك ما شاء الله. شوفوا هاي الفتحات حبايبي، هاي اللي سويناها. شوفوا شلون البطن يعني الداخل استوى. يجنن يجنن ولا اروع. شنو اقول لكم، الريحة ولا الطعم ما شاء الله يا ربي يجنن. تمنيتكم هسه هنا وتشوفون وتتذوقوا وتشوفون حبايبي. هاي اللي شوفوا التمن ما شاء الله شلون صار حبايه بحبايته، لان طبخناه بهذه الطريقه. زين يا عمري، وان شاء الله يا رب استووه والف عافيه عليكم وسهمكم العافيه. زين حبايبي، هذا غدانا لهذا اليوم، السمك المقلي. واللي طبعا هو لونه يبين طخ حبايبي بالكاميرا، لكن هو شلون يعني اشقر مثل ما نقول احنا، يجنن. هاي حبايبي شوفوا اللي تحت، شوفوا ما شاء الله. وهسه حبايب قلبي راح اترككم بحفظ الرحمن، وان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لهذا اليوم. ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. زين عيني، لا تنسون اللايك. يلا عمري، هسه مع السلامة وباي باي. وشوفوا حبايبي، ولو انا ختمت وياكم، هذا عندنا واحد ما ياكل سمك فسوينا له. هاي انا مسويت لكم اياه فيديو، اذا تحبون ادخلوا على قناتي وشوفوا طريقة كبة الجريش. وبعدة طرق سويت لكم اياها، وهنا مسوينها احنا روعة روعة ما شاء الله. شوفوا بالشعرية والحمص. هذه كبتنا مال الجريش الحمراء. شوفوا حبايبي، دخلوا على قناتي وتلقوها تجنن تجنن. يلا يا عمري، مع السلامة.